ليه محمد رمضان شال اخت زينة في الفيديو ده؟ النهارده عيد ميلادك؟ فهمت. لا كده تمام عادي، ما تظلمونيش، انا اصلا ما كنتش عارف ان هي عيد ميلادها وكده، بس خلاص تمام، الغلط عندي انا. كفايه يا عم، الموضوع مش مستحمل هزار. تعرف كم طفل هيفكر انه في عيد الميلاد لازم يشيل صاحب عيد الميلاد وكده. لا، ورد زينة بصراحة أقنعني جدا. محمد رمضان وهو شايل اختك في عيد ميلادها. يعني لقطه مش لطيفه. ده مش عيد ميلادها معلش، ده مش عيد ميلادها معلش. تضر. لا، والمشكلة في الموضوع ان اللي غيظ زينة في الكلام اللي اتقال من المذيعة ان هي قالت ان عيد ميلادها. لا، هي تصحح لها المعلومة ديت. مفيش كلام تاني عايزة تدافع عنه يا زينة في الموضوع ده، ولا ايه الكلام؟ ايه هو ياسمين كانت بتعدل له هدومه. ياسمين اصلا مش الستايلست بتاعت العمل كله، ياسمين الستايلست بتاعتي انا بس. الستايلست بتاع العمل كله اسمه سعيد رمزي. طب هو انت بتدافع عن اختك ولا ما تورطها اكتر؟ اصل بصراحة شايف ان انت ما تقولي مش بتاعت العمل كله، هي بتاعتي انا بس، فايه اللي وداها عند محمد رمضان اصلا؟ قلت له ده عيد ميلادها النهارده وجايه الشغل ومش عارف ايه وجايه التصوير، فراح قال بجد والله عيد ميلادك، وراح شايله يعني. ايوه، ما كان عيد ميلادها يعني بمناسبه عيد ميلادها. لا بس احنا هنا في التصوير على فكره. ايوه بس كان يوم عيد ميلادها. كان يوم عيد ميلادها. لا عيد ميلادك يا نهار ابيض. يا جدعان انا والله اموت من الفضول، انا عايز اعرف هو عيد ميلادها ولا لا، عشان لو كان كده نلحق نجيب هديه ولا اي حاجه. لازم نحتفل. وراح ايه شايلها، قال يعني بيهزر معاها وشالها على فكره لغايه الكرفان، قال لها انت النهارده عيد ميلادك ما تمشيش. انا اقسم بالله حاسس ان زينه ديت غيرانه من اختها، فما تفتن عليها اكتر. يا مذيعه، محمد رمضان شالها للكرفان، ما شالهاش في الفيديو بس. اكتب ده عندك، اكتبيه. اوكي. اللي حصل غلط طبعا يا شباب، وده حتى لو كان عيد ميلادها او لا، حتى لو كان عيد تحرير سينا، ما ينفعش كده. انا كنت بهزر في الفيديو، محمد رمضان راجل محترم جدا جدا الصراحه. واتمنى تعمل اشتراك يا زميلي ولايك للفيديو، لاني لسه بادئ القناه قريب وعايز تشجيع عشان اكمل. تمام، يلا سلام.